ومن حوران هيئة المشايخ عيونك يا شعب يا صايم لا يزال الشعب السوري يدفع ثمن تعقيدات سياسية ومصلحية في المنطقة والعالم، وحتى ثمن انتخابات في روسيا وفرنسا وأمريكا صادف توقيتها مع ثورتنا، ثورة الكرامة والحرية. إن من المهم أن نحيي الصحافة الغربية والأمريكية الحرة التي قدمت الشهداء على أرضنا، وهم شهداؤنا كما هم شهداء الكلمة الحرة، ونعتقد أنهم أوسمة شرف على صدور الشعبين الفرنسي والأمريكي العظيمين. كما أننا نفخر بأن قدمنا الشهداء من الشباب السوري من أجل إخراج جرحى الصحافة الحرة من باب عمرو، لكننا نعتقد أن هذا عار على الحكومات الغربية التي كادت ترجو نظام الأسد بإخراج الصحفيين الجرحى. اليوم كل الأنظمة الفاشية والفاشلة من روسيا إلى إيران إلى الصين وغيرهم، وأحزاب إرهابية مثل حزب الله، تستطيع أن تقدم الدعم اليومي لنظام فاشي يقتل شعبه في سوريا، في حين أن الأنظمة الديمقراطية في الغرب والولايات المتحدة لم تستطع إلى اليوم تقديم الدعم لقضية الشعب السوري العادلة. يسأل كل يوم السوريون ماذا تريدون ويجيبون: نريد دولة حديثة عصرية منفتحة على العالم، دولة التنمية والتعليم والسلام، دولة المواطنة، دولة لكل السوريين تحفظ حقوق الأقليات وخصوصياتها في إطار دولة المؤسسات. اليوم يشعر السوريون أن العالم يريد سوريا مستنزفة ضعيفة، فلم يتركوا لنا غير خيار السلاح بوجه نظام لم يرحم سلمية ثورتنا، فهو قتل ما يقارب 1000 طفل و1000 امرأة والآلاف من الرجال، وينكل ويحرق ويسرق. ما يجري في سوريا يندى له جبين الإنسانية. خيار السلاح اليوم هو خيارنا الوحيد. الله محيي جيش الحر، الله محيي جيش الحر، الله محيي جيش الحر، الله محيي جيش الحر. في 40,000 شهيد حرام تكذبوه. خيارنا اليوم الوحيد هو خيار السلاح. سندفع ثمنا كافيا لحريتنا ولن نعود لزمن العبودية. كل الشكر للشعب الفرنسي العظيم، المجد لشهدائنا، المجد لقضيتنا العادلة، مزبلة التاريخ للنظام السوري ولكل الدكتاتوريات في العالم. واحد 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 الشعب السوري واحد، واحد 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 الشعب السوري واحد. Vient de nous dire. Le peuple syrien continue de payer le prix des complications politiques et des intérêts internationaux dans la région. Même les élections en Russie, en France et aux États-Unis influent sur notre révolution de la dignité et de la liberté. Il nous faut saluer tout d'abord les médias occidentaux libres qui ont payé cher la couverture des événements en Syrie. Les martyrs de la liberté tombés à Homs honorent le peuple syrien, les peuples français et américains. Nous sommes également fiers que des jeunes Syriens soient tombés en martyrs pour évacuer les journalistes de la presse libre blessés de Baba Amr. Même si nous considérons que c'est une honte que les gouvernements occidentaux aient demandé au régime Assad de sortir ces journalistes. Aujourd'hui, tous les régimes dictatoriaux de la Russie à l'Iran, en passant par la Chine et les partis comme le Hezbollah, peuvent apporter leur soutien au quotidien à un régime qui tue son peuple en Syrie, alors que les régimes démocratiques ne peuvent soutenir la cause juste du peuple syrien. On demande tous les jours aux Syriens ce qu'ils veulent. La réponse est: nous voulons un État moderne, ouvert sur le monde dans le développement, l'éducation et la paix. Un État des citoyens où tous les Syriens sont égaux en droit dans le cadre d'un État constitutionnel. Les Syriens pensent aujourd'hui que le monde veut une Syrie épuisée et faible et qu'il ne leur reste que le choix des armes.